السلام عليكم، اهلا بيكم. فيديو النهارده مختلف شويه. طبعا الفيديو هنا جات لي فكرته لما الابره اتكسرت. كلنا بنحتار لما الابره تتكسر هنعمل بيها ايه؟ هنرميها؟ طب هنرجعها ازاي؟ وبنزعل عليها جدا. طبعا الفيديو هنا هوضح لكم ازاي نرجع الابره المكسوره لابره نقدر نشتغل بيها. لو اول مره تشوفي قناتي، انا قناه كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. طبعا هنا انا استغليت صراحة او جت لي الفكرة صراحة من الابرة اللي هي كانت معايا رفيعة شوية، وقلت عايزة انفذها شبه يد السيليكون، تبقى متماسكة معايا وما اخافش عليها ان بتتني معايا في الشغل. طبعا احنا عارفين الابرة اللي مقاسها كبير عمرها ما هتتني معانا وسهلة. جات لي الفكرة صراحة لما شفت الشفرة وحسيت ان هي ممكن استغل اليد بتاعها واخليها معايا يد للابرة. طبعا عشان تقدري تنفذي الفكرة لازم يكون معاكي الشفرة دي اللي هي النوع دوت. تمام. او فرشة اسنان، بس طبعا فرشة اسنان مش مجوفة من جوه، ولازم تكون اليد اللي احنا هنستخدمها تكون مجوفة من جوه. تمام. طبعا اهم حاجة يكون معانا مسدس شمع. هبدأ بقى اخلع الجزء دوت. الجزء ده بيتخلع بسهولة جدا. النوع ده من الشفرة الجزء بتاعها بيتخلع، لكن اما النوع دوت صراحة هو ما قدرتش اخلعه صراحة، وما عرفتش انفذ الفكرة بيه. وحتى كمان اليد البلاستيك بتاعته عريضة شوية وصراحة مناسبة. اهم حاجة هتسخني مسدس الشمع كويس جدا، وخلي بالك منه وانت بتستخدميه. تمام. هجيب بقى الجزء المكسور. دي كانت ابرة سليمة زي ما انا قلت لكم، كانت ابرة سليمة وانا استخدمتها. هنا الجزء دوت مكسور، وصراحة اتكسر من الجزء اللي هو في المنتصف، فمش هيبان في الرقم بتاعه. رقم الإبرة هنا كان معايا 3. لو انت فاكرة الإبرة خلاص، لو مش هتفتكريها ممكن تكتبي رقم 3 على الجزء البلاستيك. طبعا بحط الإبرة معايا هنا بشكل مظبوط بحيث ان تكون السن بتاعها للخارج. بحط جزء هنا في التجويف، جزء من الشمع، واثبت بيه الجزء المكسور في اليد البلاستيك. طبعا بظبطها واستناه ينشف شوية. تمام. وبعد كده هبدأ أكمل في باقي الشمع للتثبيت طبعا وتكون متينة أكتر. هبدأ أحط هنا الشمع في الجزء اللي فوق ده، مهم جدا لأن هو اللي هيثبت معايا الإبرة لأن هي مكسورة. فالجزء اللي داخل فيها جزء مش كبير، فطبعا أهم حاجة بدخل أقل حاجة سنتي داخل القطعة البلاستيك اللي معايا دي أو اليد البلاستيك. ببدأ هنا أملى الجزء ده بالشمع، واظبط الابره بتاعتي واسيبها تنشف خالص، ما اجيش جنبها لحد ما تنشف عشان ما تتحركش مني وتكون ثابته معايا. هنشتغل بيها وهقول لكم ازاي انا هشتغل بيها، وهل فكت مني في مشكله فيها. هنشتغل بيها قدامكم وهوريكم في الشغل بيها ازاي، بس لازم تنشف الاول. طبعا انا هشتغل بالابره الاول اللي انا كنت عاملاها. دي كانت ابره طبعا سليمه، ما كانتش مكسوره ولا حاجه. هشتغل بيها شوية وهنشوف طبعا الفرق ما بين الإبرة كانت سليمة ومش مكسورة والإبرة المكسورة. طبعا زي ما انتوا شايفين شغالة بيها كويس، وصراحة مش مضايقاني في الشغل بيها خالص. هشتغل بقى بالإبرة اللي انا لسه عاملاها قدامكم. طبعا هي نشفت خلاص، الشمع نشف وبرد تماما، مش بتتحرك وثابتة معايا ومتينة. هشتغل بيها شوية وبرضو هقول لكم نظام الشغل بيها عامل ازاي. بس اهم حاجة لما تثبتي الجزء دوت، ثبتي الجزء السن يكون يعني قدام. السن بتاعها يكون لقدام عشان لما تيجي تشتغلي بيها تبقى مش معوجة معاكي يعني. صراحة بصوا انا لما اشتغلت بيها كانت عادية جدا صراحة، اكنها ابرة برضو ما اتكسرتش ولا حاجة. وصراحة مش مضايقاني في الشغل وثابتة مش بتتحرك معايا اهو. هشتغل بيها برضو بخيط
من اوله اهو. هعمل عقدة وهبدأ اشتغل سلاسل. هي مش مضايقاني خالص وعادية خالص معايا في الشغل، ومش بتتحرك ولا بتتعوج معايا، وثابتة جدا. طبعا الفكرة صراحة انا قلت اشاركها معاكم لما حسيت ان الفكرة صراحة رجعت لي الابرة المكسورة من اول وجديد. كلنا بنزعل على الابر، هي مش غالية ولا حاجة، بس صراحة بنزعل عليها لان احنا الابر دي صراحة الشغل عامة احنا بنحبه، واللي بيعرفوا كروشيه وفاهمين انا بقوله لما الابره بتتكسر بنزعل عليها جدا، على الرغم من ان احنا نقدر نشتري ابر تانية. هي الابر مش غالية ولا حاجة، بس هي طلعت انتاج منك وانتي اشتغلتي بيها كتير، حسيت ان هي صراحة ابرة عزيزة عليكي. فلما جت الفكرة قلت اشاركها معاكم. لو لسه مكملة معايا لحد هنا، يا ريتك تدعميني باشتراك ولايك، ولو الفكرة عجبتك اكتبي لي تعليق وتقولي من اي بلد بتشاهديني. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.